الناس اللي بتربي الفراخ للبيض، الفراخ اللي هي البياض والبيض عندها قَل جدًا، البيض بقى ما بقاش كتير زي ما كان، أو الفراخ قطعت بيض خالص، بَاضت شوية مثلًا وقطعت. تعالوا النهارده هاقول لكم على شوية حاجات لو عملتوها وخلطات وحاجات ممتازة جدًا، جدًا لو عملتوها، الفراخ هتنطّر عليكم بيض ومش هتوقّف خالص. بُص هتكُر كده معاكم بيض. خلّيكم بس معايا وتابعوا معايا الفيديو للنهاية عشان هتلاقوا فيه معلومات مهمة وهتفيدكم جدًا، جدًا في موضوع زيادة إنتاج البيض ده. خلاص؟ أول حاجة بس كده خلّينا الأول نذكر الله قبل ما ندخل على أي حاجة خالص في الفيديو، نذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وكمان نصلّي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش كمان تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو أنتم بتزوروا عندي القناة لأول مرّة. أول حاجة خلّينا متفقين إن في البرد وفي الشتا بتقِل شوية حكاية اللي هي البيض ده، فما تقلقوش لو الموضوع كان قليل شوية في الشتا. خلاص؟ ليه؟ لإن الفراخ حرفيًا بتسحب كل طاقتها عشان تدفّي نفسها. فبيخلّي موضوع تكوين البيض ده بيكون أبطأ شوية، عشان كده لازم يعني لمّا يكون في سقعة أوي ممكن ندفّيهم كده شوية، أو لو كان في شبابيك مفتحة يا جماعة خاصةً بالليل نقفّل كده على تشورنا، لإن أنتم عارفين كمان بتبقى في الشتا بيبقى في شوطة، فخلّينا نقفّل كده على الفراخ إن شاء الله بإذن الله وتعدّي الشتا كده على خير. أهم حاجة بقى يا جماعة هاقول لكم عليها بقى النهارده وهي الإضاءة، الإضاءة ساعات النور للفراخ دي مهمة جدًا، جدًا. في حاجات صغيرة جدًا بُصّوا أنتم ممكن تكونوا يعني في ناس مش واخدة بالها منها ومش عارفة هي الفراخ بتاعتها بتقطع بيض ليه، أو الفراخ ما بقِتش بتبيض ليه، أو الفراخ من الأساس يعني عدِّت ال6 شهور ممكن تكون الفرخة وصلت لل8 شهور وكمان ما باضتش. أنتم عارفين إن الفراخ يعني في فراخ بتبيض على 4 شهور ونُص مثلًا، وفراخ على 6 شهور، فممكن توصل ل8 شهور وتقول الفراخ ما باضتش، فليه؟ تعالوا بقى أقول لكم النهارده على كل الأسباب. أول حاجة كده زي ما قُلت لكم هي الإضاءة، النور، الفراخ محتاجة حوالي من 14 ل18 ساعة نور علشان عملية التبويض دي أو علشان تعرف تبيض، خلاص؟ فالأساس إن إحنا لازم نعرّضهم للنور، بس تكون متواصل كده من 14 إلى 18 ساعة، يعني مش يبقى شوية كده صغيّرين أو ما نفتحش عليهم خالص، وعارفين النهار في الشتا كمان بيبقى قليل أوي، ما يبقاش كمان في أوضة مثلًا مش داخلة لهم إضاءة خالص، لأ. هي مش مهم إنها تكون سخنة أو كده، لكن لازم يكون في إضاءة، يبقى دي أول حاجة لو عملتوها بتحفّز موضوع الإنتاج، وهيتغيّر معاكم الإنتاج تمامًا، وهتلاحظوا الفرق في وقت قليل أوي. تاني حاجة يا جماعة هي التغذية، يعني إيه؟ يعني أنتم ممكن تكونوا بتأكّلوا بس ما بتأكّلوش علف بياض، هاتوا علف بياض يا جماعة، لازم مع الأكل اللي أنتم بتحطوه سواء أكل البيت أو كده، يتحط لهم بلاش علف التسمين، لإن في ناس بتحط للفراخ اللي بتبيض علف التسمين وده بيقطع برضه موضوع البيض، لأ العلف البياض يعني علف التسمين مش مناسب للبيض، إنما الفراخ اللي بتبيض لازم تاكل علف بياض، ده بيكون فيه نسبة كالسيوم أعلى، البروتين بتاعه بيكون مناسب، ويكون فيه إنزيمات وحاجة كده بتساعد علشان نكوّن عنقود البيض، وكمان تكوّن القشرة بتاعة البيض تكون كويسة، فلازم اللي عنده فراخ بياضة لازم يركّز على نوع العلف، مش أي علف ينفع، مش ما ينفعش علف التسمين. في بقى حاجات كمان لو حطيناها بترفع أوي من الإنتاج، أهم حاجة طبعًا الكالسيوم، الأملاح المعدنية، قشر البيض، عارفين قشر البيض اللي هو البيض بتاعنا العادي ده يعني بنجفّفه ونطحنه ونحطه لهم على العلف، ممتاز، 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 لإنه بيزوّد لهم الكالسيوم جدًا. خدوا بالكم ما نزوّدش خالص الدشيشة اللي هي الذرة يعني، لإنها غلط جدًا، لإنها بتزوّد الدهون، والدهون لو زادت دي أكتر حاجة يا جماعة بتوقّف موضوع البيض، خدوا بالكم. يعني العيش والذرة اللي هي الدشيشة لو كانت زيادة بتوقّف موضوع البيض. شوفي أنا باعيد لكم الكلام كذا مرّة إزاي عشان تاخدوا بالكم بس من الموضوع. طيب الفراخ خلاص بتاعتنا مثلًا إحنا خلاص ادّيناها عيش وادّيناها دشيشة وما بقِتش وما كوّنتش البيض وذبحنا مثلًا واحدة، ناس كتيرة أوي بتعمل كده، بتذبح مثلًا واحدة فتلاقي إن هي مكوّنة دهون، طيب تعمل إيه، هنذبح يعني باقي الفراخ؟ لأ، هاقول لكم بقى هنا بقى بييجي دور إيه بقى، هنا بييجي دور الخَل، خَل التفاح أو الخَل العادي، لو حطينا كده معلقة خَل أو 5 سنتي على لتر المَيّة مرتين 3 كده في الأسبوع، ده بيقلل جدًا، جدًا الدهون اللي متكوّنة وبيسيّح الدهون، وده بيساعد الفراخ إنها ترجع تاني تُنتج أو تبيض، أو الفراخ اللي ما باضتش وكوّنت الدهون ده بيسيّح الدهون. لو إحنا ركّزنا إن إحنا نقلل من الأكل بتاعهم شوية، لإن هُم المفروض وزنهم ما يبقاش زايد، اللي هي الفراخ اللي بتبيض المفروض وزنها ما يبقاش زايد. تاني حاجة ما يبقاش عندها دهون، فما نأكّلش ذرة وعيش كتير، علشان الحاجات دي الذرة والعيش بتزوّد أوي، أوي الدهون. فاللي بيساعد على إن الدهون تروح هو الخَل، الخَل مهم جدًا. وفي نقطة كمان ناس كتيرة أوي بتغفل عنها، إيه هي بقى؟ نوع الفراخ يا جماعة نفسها،
ما هي مش أي فرخة كده بتُعتبر بياضة، ليه؟ لإن في سلالات معيّنة بتبقى للبيض وإنتاجها ممتاز جدًا، وفي سلالات بتبقى نفس السلالة دي للبيض، بس هو ممكن أنتِ تروحي تجيبيها من الراجل يدّيها لِك تسمين. فاهميني إزاي؟ يعني عندنا مثلًا الفراخ اللي بتبيض حلو أوي، أوي زي البلدي الحُر، الهجين، المشعّر، الجمّيزة والفيومي البياض، خدوا بالكم بقى من الحتّة دي، لإن في جمّيزة بياض وفي جمّيزة تسمين، وفي فيومي برضه تسمين وفي فيومي برضه بياض. فأنتم لمّا تروحوا بقى عشان تجيبوا اللي أنتم عايزينها للبيض، يبقى تروحوا تقولوا له مثلًا إحنا عايزين جمّيزة، الجمّيزة حلوة أوي برضه في البيض، بس تروحوا تقولوا له برضه إحنا عايزين جمّيزة للبيض، مش عايزين جمّيزة تسمين. يعني في تسمين وفي للبيض، والفيومي نفس الحكاية، في تسمين وفي للبيض، لإن التسمين بيدّي وزن عالي أوي وما بيدّيش بيض، يعني بيضه هتلاقيه قليل أوي هيطوّل معاكم وممكن يجيب دهون، فهتلاقيه مش هيبيض لإنه الوزن بتاعهم بيكون كبير. خلاص؟ يعني لكن اللي أنا قُلته لكم ده زي البلدي الحُر، الهجين، المشعّر، الجمّيزة، الفيومي، البياض، الفيومي تحفة لإنه برضه بيبيض على عُمر 4 شهور تقريبًا، دول إنتاجهم عالي أوي في البيض، لكن في طبعًا سلالات تانية اللي هي بقى جسمها تقيل وده معمولة للتسمين زي الفيومي والجميزة التسمين، أو زي الفراخ الساسو الشِفَر، يعني لو جبتوا ساسو جيل تاني ممكن تبيض معاكم، لكن الساسو الشِفَر بيضها قليل أوي وبتتأخّر وبتبقى وزنها كبير جدًا، فهي في الأساس برضه معمولة تسمين. فاختيار يعني القصد يعني إن أنا أقوله لكم إن اختيار النوع نَفْسه مهم جدًا، بيفرق طبعًا بين إنتاج للبيض كتير أو إنتاج قليل أو ما فيش إنتاج خالص، تمام؟ طبعًا برضه ما ننساش إن إحنا نستخدم الأعشاب، إيه بقى الحاجة الممتازة جدًا، جدًا اللي بتزوّد من إنتاج البيض وبتزوّد من عنقود البيض؟ الحلبة، الحلبة يا جماعة وحبّة البركة ممتازة، من أقوى الحاجات اللي بتزوّد عنقود البيض، بتساعد البيض إن هو يعني عنقود البيض إن هو يتكوّن بسرعة، نغلي الحلبة وحبّة البركة ونسيب المَيّة كده لمّا تبرد ونزوّدها على مَيّة الفراخ وندّيها لهم يومين أو 3 في الأسبوع. وممكن كمان بقى نزوّد لهم بقى معلقة عسل، نزوّد لهم فص توم مهروس مثلًا على المَيّة، دي برضه بتقوي المناعة وبتزوّد الإنتاج. نيجي بقى لحاجة مهمة جدًا، جدًا برضه، لو أنتم يعني عملتوا كل ده وبرضه الفراخ برضه بيضها قليل، عارفين برضه ممكن يكون بسبب إيه؟ بسبب الديدان. في ناس كتيرة أوي بتغفل عن الموضوع ده. وجود الديدان في الفراخ ده بينزّل الإنتاج على طول، أو ممكن يوقّف كمان الإنتاج، يعني ممكن يوقّفه وممكن ينزّله. خلاص، فإحنا المفروض إن إحنا بندّيهم جرعة ديدان كل أسبوع مثلًا أو كل أسبوعين، ده بيبقى حلو جدًا. طَب إحنا مثلًا مش عايزين نروح نشتري في دوا بشري وفي دوا بيطري للديدان، بس إحنا لو مش عايزين نروح نكلّف نفسنا، عندنا الشيح، الشيح موجود في البيت، هنغلي الشيح ونقدّمه لهم 3 أيام كده في الأسبوع، لإن طبعًا الأعشاب إحنا بنزوّد منها شوية عن الجرعة الواحدة بتاعة الديدان اللي إحنا بندّيها اللي هي كدواء يعني، لكن الشيح هنغليه ونحطه لهم 3 مرات في الأسبوع. وكمان يا جماعة ما يبقاش في فاش، لإن الفاش بيسحب دم الفراخ وبيعمل فيها ضعف، فبرضه ممكن برضه البيض بتاعها يقِل، فبرضه لو في فاش والّا حاجة برضه نجيب البودرة ونحطها في العِشّة ونحطها تحت جناحهم، خلاص؟ طيب في حاجة كمان إن يكون بقى في هدوء، لإن الفراخ لمّا بتلاقي في حواليها كده جو مش هادي يعني، مش محطوطين كده في مكان يعني تعملي لهم كده رُكنة علشان خاطر هم يبيضوا فيها أو مكان يعني للبيض، ما مش بيبيضوا، وتلاقيهم ممكن يبيضوا كده في أي مكان وياكلوا البيض بتاعهم، ما بتبقاش في يعني هدوء كده في المكان ومخصصين لهم مكان للبيض، فبصراحة إنتاجهم برضه بيقل. فتعالوا بقى كده نلخّص كل اللي إحنا قُلناه ونجمّع كل الحاجات بقى اللي اتقالت، إن إحنا يعني ندفّيهم لو المكان فيه ونقفّل عليهم كده كويس خاصةً في الشتا بالله عليكم عشان ما ييجيلهمش يعني شوطة، الإضاءة ثم الإضاءة ثم الإضاءة من 14 ل18 ساعة، العلف يا جماعة يكون علف بياض، نوع الفرخة نفسها يكون فرخة للبيض مش فرخة للتسمين. الأعشاب زي اللي قُلنا عليها زي الحلبة مثلًا وزي حبّة البركة، ما ننساش موضوع الخَل عشان ننزّل الدهون، علشان خاطر لو في عندهم دهون مش هيبيضوا. علاج الديدان يا جماعة ده مناسب جدًا، لو عملتوا كل الحاجات اللي أنا قُلت لكم عليها دي بُصّوا هتلاحظوا الفرق بشكل واضح جدًا، جدًا والفراخ مش هتبطّل بيض، مش يعني بُص مش هتتوقّف كده من البيض إن شاء الله. يعني في النهاية أتمنى كده لو أنتم بس كنتوا استفدتوا من الفيديو، فأتمنى إن أنتم تعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناة، تفعلوا زر الجرس الكل عشان يوصلكم إشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. قولوا لي بقى الفيديو الجاي محتاجين إنه يكون عن إيه، لو ليكم أي سؤال اكتبوه في التعليقات، أنا بارُد على كل الناس، أشوفكم على خير يا حبايبي، دمتم بخير وبيوتكم دايمًا مليانة بالخير.